أنا أخوكم طه محمد عبيد القرهدي، والد الشهيد بندر طه القرهدي، موظف خطوط السعودية. كلكم تعرفون قصته. بندر ولدي أخذ راية الوطن من أن نعومة أظفاره. التحق بالكشافة وهو صغير، التحق بالكلية. كان يحب خدمة الحجاج، خدمة ضيوف الرحمن، خدمة الوطن. وجدت أنه أكبر هدية قدمها للوطن أنه يتعلم ويدرس ويشتغل في أحد الشركات الكبرى مثل خطوط السعودية، والحمد لله كان موظف في ضمن طاقم الطائرة، وكان سمعته طيبة ورضي والديه. تعرف هناك بالمقبوض عليه الآن عند رجال الأمن المدعو بركات، وجابوا عنده في البيت هنا. والله إن أنا شفت صورته إنه قلبي انقبض، ولكن بندر قال لي هذا شخص مسكين وظروفه تعبانة، ومد له يده بالإحسان لدرجة إنه كان يصرف عليه ويأكله ويشربه وينيمه عنده في بيته. ويوم الحادث خرج حتى عشاه الآن معلق برا إلى الآن على باب بيته. قال بروح وجه بركات يبغوني في موضوع، ويبدو أن سيارتهم عطلانة يبغوا لها اشتراك، أعمل لهم اشتراك وإن شاء الله أجي بدري. وخرج. وأنا عادة أطلع أنام بدري، ما تفقدته، رغم أني والله كان قلبي قال لكن قلت إن شاء الله أني برجع بدري، لأنه ثاني يوم الأحد كان في دوام، وجت الأمطار الخير والبركة وما داوم.